في إحساس غريب بيجي لبعض الناس، إحساس إن حياتك ماشية عادي جدا، لكن جواك صوت بيقولك الحياة دي مش بتاعتك. أنت بتصحى كل يوم الصبح، بتنزل شغلك، تمشي في نفس الطريق، تقابل نفس الناس، نفس الروتين، كل حاجة طبيعية جدا. بس في لحظات صغيرة كده، لحظات هدوء، تلاقي نفسك بتسأل سؤال غريب: هو أنا إزاي وصلت هنا؟ مش قصدي المكان، قصدي مكانك في الحياة كلها. الغريب إن الإحساس ده مش بيجي وإنت صغير، الإحساس ده بيجيلك فجأة بعد سنين من قرارات يمكن مفكرتش فيها قوي أو ما خدتهاش بوعي حقيقي. كلية دخلتها علشان مضمونة أو علشان سهلة، شغل كملت فيه بس علشان خلاص هو ده اللي بدأت فيه، طريق ماشي فيه عشان بس متعود عليه، لحد ما في يوم تقف مع نفسك وتسأل سؤال: هو أنا اخترت الحياة دي فعلا، ولا أنا بس لقيت نفسي ماشي مع التيار وخلاص؟ أحيانا الإنسان ما بيحسش إنه فشل في حياته، هو بس بيحس إنه كأنه كومبارس في حكاية المفروض يكون فيها البطل، أو إن دي مش حياته أصلا. مرة واحد صاحبي حكالي حكاية غريبة شوية، قال لي إنه كان حاسس بنفس الإحساس ده، إحساس إن حياته ماشية عادي لكنها غريبة عليه، وبالصدفة كان بيقرأ عن فكرة تعدد الحيوات. الفكرة دي بتقول إن الإنسان ممكن يعيش أكتر من حياة، وأحيانا بيتبقى جواه بواقي إحساس من حياة تانية عاشها قبل كده. في الأول اعتبر الموضوع مجرد خيال علمي، لكن بعدها بيومين حصل موقف خلاه يفكر تاني. كان مسافر مع أصحابه مكان عمره ما راحه قبل كده، مدينة جديدة تماما عليه، وأول ما نزل من العربية وقف لحظة وبص حواليه، وقال إن الإحساس كان غريب قوي. حس إن المكان ده مش أول مرة يشوفه، كأنه عارف الشارع، عارف الإحساس، كأن في حاجة جواه بتقوله أنت جيت هنا قبل كده، مع إنه متأكد تماما إنه عمره ما كان في المكان ده قبل كده. ومن يومها السؤال فضل في دماغه: هو ده مجرد إحساس عادي، ولا ممكن يكون فيه تفسير تاني؟ الغريب إن الناس اللي بتتكلم عن فكرة تعدد الحيوات غالبا بتستشهد بحاجات شبه كده. بيقولوا مثلا إن في ظاهرة اسمها الديجافو، وهي اللحظة اللي انت تحس فيها إنك عشت الموقف ده قبل كده بنفس تفاصيله، مع إن الموقف بيحصل لك لأول مرة. وفي ناس بتحكي عن أحلام بتتكرر، نفس المكان، نفس المشهد بيتكرر أكتر من مرة كأنه ذكرى مش مجرد حلم. وفي ناس تانية بتحكي عن إحساس غريب جدا، إحساس بالانتماء لمكان عمرهم ما عاشوا فيه، مدينة عمرهم ما زاروها، لكن أول ما يروحوا لها يحسوا إنهم يعرفوها كويس جدا، كأنهم عاشوا فيها قبل كده فعلا. طبعا كل ده ممكن يكون ليه تفسير نفسي عادي جدا، يعني ممكن يكون مجرد طريقة عقلنا بيفسر بيها المشاعر والذكريات، لكن برضو الناس اللي بتؤمن بفكرة تعدد الحيوات بتشوف الحاجات دي بشكل مختلف، بتشوفها كأنها آثار صغيرة، بواقي من حياة تانية. بس خلينا احنا نبقى واقعين شوية، التفسير غالبا أبسط من كده بكتير. احنا أحيانا بنعيش حياة ما اخترناهاش بوعي، يعني مثلا عيلتك بتختار لك جزء، المجتمع اللي انت فيه بيختار لك جزء تاني، حتى الخوف من المجهول بيختار جزء، واحنا بنكمل باقي الطريق. وبعد سنين بنبص حوالينا ونحس كأننا غرب جوه حياتنا، مش علشان الحياة اللي احنا عايشينها غلط ولا حاجة، لكن علشان احنا عايشين حياة ما كتبناهاش كلها. الحقيقة انه برغم التفسير المنطقي ده بيفضل برضو السؤال الغريب لسه موجود. يمكن بعض الناس ما بتحسش ان حياتها غريبة لان دي اول حياة ليهم، لكن لو الاحساس ده فعلا حقيقي عند ناس كتير، يبقى ايه سببه؟ هل هي مجرد اختيارات ما اخدناش بالنا منها، ولا ممكن يكون ان في جزء جوانا فاكر فعلا حياة تانية؟ لو حسيت قبل كده ان حياتك غريبة عليك، ايه يا ترى تفسيرك للاحساس ده؟ ولو الكلام ده وصل لك، اعمل لايك للحلقة وشاركها مع حد ممكن يكون محتاج يسمعها، وكمان سيب رأيك في التعليقات، يمكن رأيك يفتح باب لحد تاني. عرفتك في اللحظة اللي ما بين السلام والسكوت، لأنك كنت الحكاية اللي سابت جوانا صوت.